بعد مشيئة الله. بسم الله. توقعاتي، وكان يتخيل هذا الكاس من يرفع الكاس بالنكشة الأسيرية. توقعاتي مباراة الهلال والنصر نار يا حبيبي نار. هنا ملك التوقعات. المباراة هذه صعبة. ليش؟ عارف ليش صعبة؟ لأن بداية الموسم ومش كل الفرق جاهز، لكن اعتمدت على الحنكة وعلى الخبرة، وأنا في الفندق اللي ساكن فيه الهلاليين. بعد مشيئة الله راح اتجمد في كل من يشكك. النصر فريق عنيف وفريق شرس، واتوقع راح يكون بطل الدوري، ممكن يكون بطل الدوري، لكن بعد مشيئة الله في نسبة فوز النصر 0. بروسوفيتش راح يفرق مع النصر. وسط النصر راح يخسر معركة الوسط، راح يخسر معركة الوسط. فوز الهلال بصعوبة اعتقد 1-0 او 2-1. عبد الله الحمد راح يكون نجم المباراة وراح يسجل، ممكن في 1 او 3-1. لا مش انا قلت 1-0، لا 2-1 او 3-1 فوز الهلال. عبد الحمد راح يسجل، وممكن ميترو او سالم فيها بلنتي، وممكن كرت احمر على لاعب من النصر. في حدث بكره، وراح يكون في ضجة على التحكيم. هاردك للجميع ومبروك للهلال مقدما، وانا فال خير على الهلاليين مدامني في فندقهم. خلاص وجهي وجه خير على الهلاليين، تطمنوا بعد مشيئة الله.